المباراة التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة، ومن خلال إحداث هذه المواجهة قبل الأخيرة في الدور ربع النهائي، والتي سنتعرف من خلالها على الفريق السابع المتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن نتعرف على ثامن المنتخبات في المواجهات القادمة ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سويسرا. الآمال العربية والآمال الأفريقية كلها معلقة ما بين أقدام أسود الأطلس في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء من أجل الوصول إلى الدور القادم وتسجيل أبرز إنجاز عربي في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم على حساب المنتخب المغربي. والمباراة الثالثة ما بين المنتخبين كانت في كأس العالم الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي لهدفين. خالد بوطيب عن أوناي سيمون والاقتراب من المرمى، خطأ عن طريق أشرف ولا عن طريق حكيم؟ أشرف ولا حكيم؟ حكيمي يلعبوه، أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى، لكن كرة علت العارضة وتحجات اليسرى تأتي عن طريق نصير مصراوي داخل منطقة الجزاء، لكن عند حارس المرمى أوناي سيمون سيطر على كونتا بالشكل المطلوب. في الأولى نتمنى بأن تكون النتيجة أفضل. كرة بمحاولة خطيرة. لا. راية موجودة والتسلل، لكن محاولة خطيرة جدا. واعود واكرر واقول بالمناسبة هدفين فقط. كرة بمحاولة خطيرة لمصلحة المنتخب الإسباني وتسديدة من ماركو اسينسيو، لكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. هذه الكرة والمحاولة من وصلت إلى فرة توريس، تخلصت، عادت لمصلحة المنتخب المغربي، تسديده حلوة من نصير مزراوي، وصلت إلى سفيان. لا. يا الله عرضية يا نصير، راسية يا يوسف، راسية. ضاعت يعني حكم المباراة راباليني نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين شوط المباراة الثاني من مواجهة منتخب المغرب مع المنتخب الإسباني هنا في الدور ثمن. رودري في المكان المناسب، تعود الآن خطيرة، لا زالت مستمرة وقائمة إلى سفيان. هنا الكرة والمحاولة عن طريق من؟ داني أولمو، تسديدة تأتي، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكرة والمحاولات الماضية. ياسين بونو، هذه الكرة والمحاولة كانت عقدة، كرة بمحاولة ملعوبة الآن خطيرة، وصلت إلى الفار موراتا. يا سلام هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه اللقطة. ثالث في تشكيلة المدرب لويس انريكي. أشرف حكيمي، سلامات صافرة موجودة وخطأ، وبطاقة صفراء. نعم، بطاقة صفراء تظهر على إيميلي كلابورت في منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. وبعد ذلك إلى ركلة مرمى بعد تسديدة من أولمو بهدفين على المنتخب الكندي. كرة عرضية خطيرة جدا، لكن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة أو رمية تماس. شتيرة يستعد بكرة محاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية للمنتخب يا موروكو، أمامية خطيرة ملعوبة، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس. هذه الكرة جبت من أشرف حكيمي، عرضية من أشرف داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة. وليد شتيرة ماذا لو مر يا أوناحي، مر يا أوناحي،
الفارو موراتا. واحد على اولمو، واحد على اولمو، واحد على اولمو، واحد على اولمو. رايه وتسلل، رايه وتسلل. يبدو على الفارو موراتا، يبدو على الفارو موراتا بخطأ لمصلحة المنتخب الإسباني. ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية طالت إلى خارج أرضية الملعب. راسية كانت عن طريق اللاعب الفارو موراتا. إلى وقتين إضافيين، فبحول الله محاولة للمنتخب الإسباني. ملعوبة داخل منطقة الجزاء. بونو، الله عليك يا بونو، الله عليك يا ياسين. لا ركلة ركنية راسية، ابعدها وابعدت الى خارج ارضية الميدان. وانتهى الوقت بدل الضائع، وانتهى شوط المباراة الثاني بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. اوقات اضافية على شوطين بحول الله. الكرة الرمية لا وجود فيها للتسلل، محاولة تسلل الان التقدم ياتي. وليد شبيرة بحول الله قادر المنتخب المغربي على الصمود. عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب. جواد اليامق يتدخل ويبعد الكرة والمكين. عرضية نزلت مستمرة وقائمة خطيرة، تسديدة كافية والتصدي وبعدت في التوقيت المناسب، وبعدت في التوقيت. والآن مثالية جدا لمصلحة المنتخب المغربي. وصل الجول. الله يا شديرة، الله يا شديرة، كان بالإمكان يا شديرة. روح يا وليد، روح يا وليد، روح يا وليد، روح يا وليد. يا الله يا وليد، يا الله يا وليد. أو هذا وليد حليا خارجيا عربيا وحتى أوروبيا. كرة محاولة ملعوبة لكن إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى ياسين بونو. سنة في قائمة المنتخب. الكرة جواد اليامق في التوقيت. تعود الكرة من جديد، المحاولة عرضية داخل المنطقة والرأسية ملعوبة خطيرة. مرت ولله الحمد، مرت ولله الحمد. مصري نعم ينتهي، والوقت بدل الضائع ينتهي، والمواجهة تتجه إلى ركلات الترجيح الترجيحية الأولى. ويقولون غالبا من يبدأ التسديد هو من ينتصر بنتيجة المباراة. لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون. عبد المجيد الله مواجهة بونو في مواجهة ياسين. الآن حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون. حكيم الله في مواجهة بونو. يلا يا ياسين، يلا يا زين، يلا يا ياسين. سلام الله 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 الله. الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة. لا 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 لا. بدر بنون، طلبتك انك تعيدها يا بونو. مستحيل. يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم.